في هذا الفيديو سنناقش 5 أخطاء شائعة تفقدك احترام من حولك. أولا، التحدث عن النفس. بينما أنت تسرد قصصك التي تؤكد أنك شخص جيد وجدير بالاحترام، آملا في إثبات حسن نواياك للآخرين، ينظر إليك الطرف الآخر على أنك متكبر ومغرور، ويشعر مع كل جملة تقولها أنك أناني ولا تستحق التقدير. لذلك كن حريصا على عدم الاسترسال في التحدث عن نفسك، حتى لو كان كل ما تقوله حقيقيا وخاليا من المبالغة تماما. ثانيا، التذمر والشكوى. فالشكوى أيا كان نوعها توحي بأنك شخص ضعيف وعاجز، خصوصا عند تكرار ذلك عدة مرات أمام نفس الأشخاص. إذا بلغت همومك ومشاكلك حدا لا تستطيع كتمانه، فلا تشاركها إلا مع من تثق تماما بأنه يهتم لأمرك. ثالثا، لوم الآخرين. قد تكون في موقع وظيفي يتيح لك لوم بعض الموظفين بحكم التراتبية، أو أن تكون أحد الأبوين المسموح لهما بلوم الأبناء دون عواقب، لكن ذلك لن يمنحك الاحترام الذي تنشده، بل سيكون قبول الأشخاص لهذا التصرف منك مجرد خوف من منصبك وسلطتك. أما إذا كنت تلوم الزملاء والأصدقاء لإبعاد المسؤولية عنك، فكن على ثقة أنك ستخسر مع الوقت محبتهم واحترامهم ووجودهم في حياتك أيضا. رابعا، غياب الحدود الشخصية. مجرد كونك شفافا تماما سيجعل الناس يتجرؤون عليك، وقيامك بأي شيء يطلب منك سيجعلك تبدو خانعا، حتى لو كان هدفك إثبات أنك لا تخشى شيئا أو أنك بارع في الكثير من الأمور. عليك أن ترسل للآخرين رسالة بشكل غير مباشر أنك لا تسمح لأحد بمعرفة شؤونك الخاصة، وأن وقتك ثمين لديك وهو تحت سيطرتك بالكامل. وكن مرتاحا للاعتذار عن تنفيذ طلبات الآخرين عندما لا ترغب بها، فالأمر لا يؤذيهم أو يحزنهم كما تعتقد. خامسا، تسول الاحترام. الإلحاح الشديد والمستمر على نيل الاحترام من الآخرين يجعل الشخص يبدو كالمتسول حرفيا، فتصدر عنه أفعال وأقوال تعكس حاجته الماسة للشعور بالتقدير، ولا يحصل في النهاية إلا على عكس ما يريد تماما. تذكر دائما أن الاحترام لا يمكن شراؤه بتقديم التنازلات، بل يمنح طواعية ودون مقابل عندما تحترم ذاتك وتعصمها مما لا يليق بك. فالمرء حيث يضع نفسه. وأنتم كيف تحافظون على احترام من حولكم؟ شاركونا أفكاركم وتجاربكم في التعليقات.